خليني أسألك سؤال صريح جدا، هل فعلا رمضان 2026 كان موسم مسلسلات قوي، ولا احنا قدام موسم مليان مط وتطويل على الفاضي وشوية قصص كده كان كلها على بعضها ممكن تتحكي في نص عدد الحلقات؟ لأن بصراحة في مسلسلات كتير خيبت أملنا السنة دي، ولكن بصراحة في مسلسلات تانية كانت مفاجأة حقيقية، وفي مسلسل واحد تحديدا أنا شايف إنه ممكن يكون الأفضل السنة دي في النص التاني من رمضان كله. ففي الفيديو ده هقول لكم عن الرأي النهائي في مسلسلات رمضان السنة دي، أفضل مسلسل وأسوأ مسلسل، والمسلسلات اللي كانت عبارة عن فرصة ضايعة على أصحابها. لكن قبل ما نبتدي، لو أنت جديد هنا في القناة أتمنى إن أنت تعمل لنا سبسكرايب، لأننا هنا بنتكلم عن الأفلام والمسلسلات وأي حاجة ليها علاقة بعالم السينما والتلفزيون. ما تنساش بقى اللايك لو الفيديو ده عجبك، ويلا بينا نبتدي الحكاية. خلينا نتكلم بقى بصراحة شوية. أكبر مشكلة في مسلسلات رمضان السنة دي، خصوصا مسلسلات ال30 حلقة، هي مشكلة واحدة بس، ومشكلة واضحة جدا، هي المط والتطويل. لأنه ببساطة في مسلسلات كتير السنة دي كان ممكن تسيبها 4-5 حلقات وترجع ولا كأن في حاجة حصلت، ولو اتحكت كلها على بعضها في 10 حلقات كانت هتبقى زي الفل. لكن بدل كده بنقعد بقى نشوف فلاش باك وحكايات جانبيه واحداث ملهاش اي تاثير حقيقي، وده للاسف بيكسر الايقاع تماما. خلينا بقى نتكلم عن ابرز المسلسلات اللي وقعت في الفخ ده. أول مسلسل معانا هو إفراج، وبصراحة لو هختار أفضل مسلسل ما بين مسلسلات ال30 حلقة غالبا هيكون هو. لكن خلينا نبقى صراحة برضو، المسلسل كويس لكنه مش استثنائي، يعني تقييمه بالنسبة لي حاجة كده في حدود المقبول ويمكن يبقى جيد. والمشكلة اللي فيه هي نفس المشكلة اللي في باقي المسلسلات، إن القصة كان ممكن جدا تتشد وتتحكي في 10 حلقات بالكتير، لكنه رغم كده يظل من الأعمال المقبولة في الموسم ده. ونروح بقى لمسلسل المداح. المسلسل مازال محافظ على شعبيته ولكن في سؤال بجد محيرني، ليه في كلام كتير حوالين المداح 7؟ يعني بجد ليه؟ القصة ممكن جدا تتقفل هنا ونخلص بقى. والمشكلة الأكبر لو الجزء الجديد ده هيجي بدون فتحي عبد الوهاب، لأنه بالنسبة لي الراجل ده شايل جزء كبير جدا من قوة المسلسل. ونروح لمسلسل علي كلاي. مسلسل علي كلاي بقى، فبصراحة المسلسل ده تجربة غريبة جدا، لدرجة ان من كتر ما هو غريب بقيت مش عارف هل صناع العمل قاصدين يعملوا العمل بالشكل ده، ولا هي النتيجة جت كده بالصدفة. لكن لو كانوا قاصدين فانا بقول لهم بصراحة انتوا عباقرة، ولو مش قاصدين فانا اسف، لكن ده هو احساس الحقيقي وانا بتفرج. أما بقى مسلسل الكينج، فالمشكلة الأساسية اللي فيه هي التكرار والملل. القصة هي نفسها كان ممكن تتحكي في 10 حلقات، لكن مع 30 حلقة بدأت الأحداث تتكرر والإيقاع بقى بطيء جدا جدا، لدرجة إن أنا زهقت وما كملتوش. نفس المشكلة تقريبا موجودة في مسلسل فن الحرب، فلاش باك كتير، أحداث ملهاش لازمة خالص بتتكرر، وكل ده بيجي على حساب الإيقاع بطيء جدا. اما فخر الدلتا، فخليني بقى اقول حاجه مهمه جدا، انا بحب احمد رمزي جدا وبحب هادي البسيوني جدا جدا، لكن المشكله هنا مش في الممثلين، المشكله في الحدوته نفسها. القصه ببساطه كانت تستحق 7-8 حلقات، 10 حلقات، 15 حلقه، لكن لما تمتد ل 30 حلقه الايقاع بيروح في داهيه. نروح بقى دلوقتي لمسلسلات ال15 حلقة، وهنا الصورة كانت مختلفة شويتين، لأن الفكرة أصلا إن القصة بتكون مركزة، ولكن برضو مش كل المسلسلات نجحت في ال15. مسلسل قطر صغنطوط، والله حاولت أديله فرصة وفرصتين وثلاثة، لكن مع الأسف ما قدرتش أكمله. الفكرة ممكن تكون كويسة، لكن التنفيذ ما كانش بنفس القوة خالص. اما بقى بابا وماما جيران، ففي البدايه كان مسلسل لطيف، لكن بعد شويه حلقات بدات احس ان احنا دخلنا في دايره مفرغه، مفيش قصه اصلا رئيسيه بنتحرك حواليها، مجرد مواقف وسكتشات كاننا بنتفرج على تيك توك بالظبط. اما بقى مسلسل بيبو، فانا بصراحه بحب كزبره جدا، لكن المشكله هنا في السيناريو. القصه دي اتعملت قبل كده حوالي 95 مره، ولكن قلت اتفرج، فلو انت بقى بتتفرج ومش بتحس باي مفاجاه فده طبيعي جدا.
اما مسلسل المتر سمير فهو مسلسل خفيف، مش افضل حاجه طبعا لكنه لطيف، في مواقف بتضحك، لكن لو قارناه بمسلسلات كوميديه تانية فهو ما جاش. اما مسلسل نون النسوة ففي البدايه انا كنت متحمس له جدا، لان فكره جريمه القتل كانت مثيره، لكن بعد كده القصه اللي تحولت للدراما ما بين الشخصيات، في تمثيل كويس لكن بعض الاحداث كانت غير منطقيه شويه، وكميه صدف ما تجيش في عقل عيل صغير. اما فرصه اخيره بطوله محمود حميده وطارق لطفي، فالمشكله الاساسيه بالنسبه لي فيه كانت الايقاع. القصه نفسها كويسه جدا، محمود حميده وطارق لطفي ولا كلمه، لكن في قصص جانبيه كتير جدا بتكسر التركيز. اما النص الثاني فهو من اكتر المسلسلات اللي ضحكتني بصراحه، لكن لازم تكون شفت الجزء الاولاني، لان كتير من الكوميديا مبنيه احداثه اصلا على الجزء الاولاني، والجزء الاول كان متماسك اكتر، لكن الجزء الثاني بصراحه فيه شويه ضحك حلوين. نروح لمسلسل عرض وطلب. بصراحة المسلسل ده واحد من المسلسلات اللي عجبتني جدا. المسلسل تقيل والأجواء فيه مظلمة، الأداء التمثيلي قوي جدا جدا، خصوصا من سلمى أبو ضيف وعلي صبحي وسماح أنور طبعا، كمان الإخراج كان ممتاز جدا ومتماسك. لكن المسلسل بصراحة اللي بالنسبة لي أفضل مسلسل في النص الثاني من رمضان فهو وبدون جدال حكاية نرجس. المسلسل ده قدم لنا أداء تمثيلي رائع، خصوصا من ريهام عبد الغفور. بصراحة الأداء اللي قدمته كان طبيعي جدا جدا وبدون استعراض، تمثيل صادق جدا، ومعاها كمان تمثيل قوي جدا من حمزة العيلي وسماح أنور وأحمد عزمي. أحمد عزمي أنا بعتبره هو الحصان الأسود هذه السنة، إن كان هو أو تامر نبيل، وتقييمي للمسلسل ده بدون أي تحيز 9/10. لو هرتب المسلسلات بالنسبة لي فالمركز الأول حكاية نرجس بدون كلام، المركز الثاني ممكن يبقى عرض وطلب، وفي المركز الثالث النص الثاني، والباقي بقى يجي ورا بعضيهم كده ما بين المقبول والعادي واللي ما يتشافش أصلا. دلوقتي بقى أنا محتاج أعرف رأيكم أنتم في المسلسلات دي، إيه أفضل مسلسل في النص الثاني من رمضان؟ وإيه أسوأ مسلسل ما قدرتوش تكملوه؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات وخلينا نتناقش مع بعض. أنا أحمد عقل، ودي كانت حكايتنا النهاردة، وزي ما دايما بنقول الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.